السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نفسك تاكلي فطير مشلتت طعمه يجنن وطري ومورق ويفتح النفس، يبقى الفيديو ده ليكي. فطير بطريقة سهلة وسريعة من غير تعب ولا لف كتير، ومكوناته في كل بيت، وهنعمله كمان في فرن البوتاجاز. يلا بينا نبدأ نشوف السر اللي هيخلي الفطير طري ومورق من جوه وحلو ومقرمش من بره. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك في القناة واسمعي الفيديو للآخر عشان كل خطوة مهمة جدا في الفيديو. أول حاجة هنجهز بولة ونحط فيها 4 كوبايات دقيق بما يعادل نص كيلو، وهنحط عليها رشة ملح خفيفة، وهنجهز كوباية مية عادي فترة من الحنفية، وهنحط عليها معلقة سكر كبيرة، وهنقلب السكر كويس جدا في المية عشان خاطر ما يكونش فيه حبيبات في العجينة. وهنضيف كوباية المية كده على الدقيق. ونسيت اقول لكم ان دي متعدد الاستخدامات او متعدد الاغراض. ونبدأ نعجن كده كويس جدا. الفطير محتاج 3 حاجات. اول حاجة عجن كويس، تاني حاجة ان احنا نريح العجينة كل شوية، تالت حاجة يكون حرارة عالية في الفرن. ده من اسباب نجاح الفطير. بس وجبت ربع كوباية مية تاني وضفتهم. وطبعا مش هقول لكم كل فيديو ان كل دقيق بيختلف في كمية السوائل اللي بياخدها. يعني هنحط كوباية مية اساسية، وبعد كده هننزل تدريجيا شوية شوية كده لغاية لما العجينة تطرى معايا وتتلم معايا. ولو انت حسيتي تعبتي كده من العجن هتسيبيها 5 دقايق وترجعي لها تاني. هتطرى وهيطلع لها عرق كده وهتبقى كويسة جدا في العجن. نزلتها كده على الرخامة وبدأت أعجن فيها. كل ما كنت أسيبها 5 دقايق كنت أرجع ألاقيها طرية جدا زي ما انتوا شايفين. وأهم حاجة ما تتقطعش معايا، يعني لما أشد حتة منها ما تتقطعش معايا. كده أنا قربت أوصل للعجن المثالي للفطير. بس كده العجينة اتلمت معايا وطريت معايا كويس جدا. سبتها بقى كده قيمة ربع ساعة ترتاح معايا. دهنت كده الرخامة او المفرش بتاعي رشة زيت، ووشها فوق حبة زيت خفيفة، وبدأت افردها. افردها بشكل بيضاوي او دائري، اي حاجة، انا اهم حاجة افردها كويس جدا عشان هدهنها زبدة. وممكن ما استخدمش النشابة خالص، ممكن لو العجينة مرتاحة معايا يعني افردها بايديا بكل سهولة. وهاخد بس معلقتين بس يعني 4 فطرات. وهعمل 4 فطرات حجم وسط. يعني نص كيلو دقيق هياخد معلقتين زبدة بس. والزبدة تكون كده مطلعها من التلاجة شوية، يعني قيمة 10 دقايق، عشان تعرف تتفرد معايا بكل سهولة. وأي نوع زبدة انت بتحبيه. وهبدأ كده بالسباتيولا، أبدأ أفرش الزبدة كويس جدا في كل ناحية. واللي في المعلقة ده هقول لكم هنستخدمه فيه. وهبدأ كده ألفها رول. وكل الطبقات اللي احنا بنلفها دي يعني طبقات الفطير اللي هتتورق معايا. وهقفلها كده كويس جدا عشان خاطر الزبدة متطلعش منها. انا قطعتها 4 قطع. لو عايزة تقطعيها اكتر من كده ده حاجة يعني ترجع لك. جبت بايركس كده وحطيت فيه ال4 فطرات.
وهحطهم في التلاجة قيمة ربع ساعة، عشان خاطر لما ابدأ افردها الزبدة ما تطلعش بره العجينة. وبعد ما طلعتها من التلاجة ربع ساعة، شايفين يعني بحط صباعي بايه، بتغرز معايا. وطلعتها وبدأت افرد فيها. وافردها كويس جدا. كل ما ارفع العجينة هتطلع معايا طبقات كده رقيقة وحلوة جدا، مش تخينة. ونركز يا جماعة الأطراف نفردها كويس جدا، عشان الأطراف لما تكون تخينة بتعضم معايا في الفرن. وده الباقي اللي كان موجود في المعلقة، أخدته كده بالفرشة وبدأت أدهن دهنة بسيطة خفيفة جدا. وأبدأ أطبقها كده، وألفها كده زي الكورة. وهعمل الباقي بنفس الطريقة. وبرضه هسيبها كده تريح 10 دقايق. في الوقت ده لازم تشغلي الفرن. لو عندك الشواية والفرن من تحت الاتنين بيشتغلوا مع بعض، شغليهم. لو واحدة مثلا، شغلي الفرن الأول على أعلى درجة حرارة. وبدأت أفرد فيها كده بإيديا، مش محتاجة خلاص نشابة ولا أي حاجة. وجهزت صاج فرن ودهنته برشة زيت أو سمنة كده خفيفة. وبدأت أحط فيه الفطير. وحبيت كده أحط على وشها رشة خفيفة كده زبدة أو زيت، يعني لو متوفر زيت أو زبدة أي حاجة. وزي ما بقول لكم انها ارتاحت معايا، فبدأ يطلع فيها فقاعات. الفقاعات دي اول ما تدخل الفرن هيبدأ ايه تقب معايا وتتنفخ الفطيرة معايا. ودخلتها على فرن سخن زي ما انا قلت لكم. اول ما دخلت الفرن 10 دقايق كان لونها ذهبي كده ومورق وتجنن. يعني في الوقت ده لسه مطلعها من الفرن، بصراحة ما كنتش عارفة امسكها خالص، كانت سخنة جدا. وكل ما يقعد معاكي الفطير يعني يبرد هيطرى معاكي. اما لو بتحبيه مقرمش كلي دلوقتي وهو سخن. اتمنى تطبقوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.